اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا. هنا عملت لكم دورة من بعد السحور، بعد ما لميت كوزينتي وغسلت معوني حبيت نوري لكم كوزينتي من بعد قبل ما نرقد يلزمني ننظفها باش تصبح لي نظيفة. لازمك التبخير هذيك، لازم كل يوم من بعد المغرب وزيد من بعد السحور نعملك التبخير. اليوم حبيباتي فيديو ما فيش وصفات، فيه وصفة حلوة. اليوم بريسك نمنتج لكم في الفيديو، سامحوني البارح ما نجمتش نمنتج، صارت عليا ظروف طارئة. وليت منتجته الصباح مع حكاية 8، لا حكاية 7، تو نشوف للمونقالة 7:15 على خاطر ولدي. نشكي لكم كان الخير، اما تعبت البارح. باهي اول حاجه باش نطيب كنافه، وباش تعمل بنتي باركيت باش تعمرها بالكريمه نتاع الكنافه اللي فضلت. تزيين بنتي هذاك روما غير ما تعطوني نوت خايبه. قلت لها زين باللي عندك، حتى في العشيه من بعد العصر اللي يخرج باباك يجيب لنا الفريس والبنان وزين كيما تحب. اما هي جت الباركيت هذيك جت بنينه تهبل، وزيد الكريمه مشي حلوه، معناها عملناها حامضه، عملنا فيها الفرماج والقشطه، جت بنينه تهبل، عجبتني انا الحق، بنينه. باهي باش ندخل لكم في تفاصيل الكنافه ومن بعد نرجع لكم شنو صار بيا البارح وامس العشيه قبل المغرب. باهي خذيت رطل، راني كنافه ما خذيتش كيلو رطل، خذيته على 6000، ما نعرفش عندكم انتم بقديش. خذيت رطل كنافه ومن بعد كملت رطل مزنيش، كملت الطبقه الفوقانيه بالكل مزتنيش الكنافه، وليت قصيت عليها ومشيت للباتيسيري، زيد خذيت رطل اخر نتاع كنافه وجيت وحليته بالزبده، عاودت المراحل من جديد. باهي خذيت رطل الكنافه، حليته من بعضه، معناها هكا حليته بيديا لنولى قطع صغيره كما قاعدين تشوفوا فيه. تبعوا الفيديو الاخر باش نقول لكم شنو صار بي البارح. اول حاجه الساعه باش نعمل العسل نتاع الكنافه، عملت كاسين سكر وكاسين ماء. اي مراه نتصور عندها كيس في الكوجينه تكيل به الحلو وتكيل به المالح. انا هذاك كاسي في الكوجينه نتاعي نكيل به كل شيء، الحلو والمالح. كاسين سكر وكاسين ماء ونحطهم يغلو، دوب ما يغلو ويذوب السكر نعملك العصر نتاع القارص. خذيت رطل الكنافه في الطبق هذاك، رطل الكنافه حليته من بعضه كما قاعدين تشوفوا. نعرفوا ان الكنافه يلزمها تتقص رقيقه معناها. خذيت الزبده حليتها على النار، ومن بعد شربت بها الكنافه هي والسكر المحور. يقول القايل علاش السكر المحور، نعرفكم تعرفوا صديقاتي، اما ثم من غير ما نقول لكم شنو عملتنا بالضبط. السكر المحور يخلي الكنافة تشد في بعضها وتلم في بعضها ويعطيها أكل الحمورية الحلوة الصفورية الحلوة. باهي عملت السكر بالحركة متاع يديا وبالزبدة، ذاب السكر في الكنافة. تبعوني الاخر الفيديو باش نقول لكم شنو صار بيا امس العشيه وامس في الليل. صار بيا صار شوي، لا قدر الله ما شاء فعل. خذيت الزبدة باش نسخنها شوي ونحل بها الكنافة. أول مرة صديقاتي من غير ما تعلقوا علي تعليقات سلبية، ولا أول مرة نعملها راني الكنافة، أول مرة في حياتي بعمري الحق كي نشتهيها أختي طيارة فيه تطيبها وتبعث لي الحق. ديما الطيب بلاتو ليها وبلاتو كي طيب بلاتو ليها وبلاتو لي وتبعثها لي الحق، تبعثها لي في لواج وتبعثها لي في الكار ساعة على خاطر هي مشي بحذاي. السنة الحق قالت لي راني ما طيبتش. وليتها قلت وشدوا فيا صغاري، ماما خالتي طيب، ماما وانتي ما تعرفش طيب الكنافه. قلت لهم راني ما نعرفش، راني حاجه من ما جربتهاش، ما نجمش نتحلط عليها. تاع الكيلو ب6000، لا رطل ب6000 الكيلو ب12 دينار نتاع الكنافه. الزبده غاليه، قلت لهم السكر مش موجود، كي نطيبها وما تجيش قد تاكلوها الكل. قلت لهم وافقوا.
اما جت بنينه وتهبل وقويه برشا بالزبده، جت تهبل الحق. تاكل المرسوم تاع الكنافه وما تحبش تبطل، تحب تكمل المرسول من بعده. بنينه الحق، بنينه بنينه ما شاء الله. نذوب الزبده ومن بعد نخدم بها الكنافه. هذه طريقتي لو صديقاتي، ما غير ثم، ما غير ما هيك، ما غير ما نحكي لا عليه. هذه طريقتي واول مره نخدمها. حتى كان ثم غلطه ماذا بيكم تصلحوا لي في الكومنتات. اما راكم ياسر بخلين عليا صديقاتي في الجميع وفي في نسب المشاهده. تفرجوا على الفيديو حتى اكثر من 10 دقائق باش تعتبر لي مشاهده كامله. راني المشاهدات راني والله العظيم لا نخلص عليها ولا خلصت لتونا، والله العظيم. والله وراس رمضان هالفضيل يا التو من القناه لا دخل لي فرنك. تقولوا تو راهو السؤال هذا في بالكم، تقولوا تو انت ما تخلصش وعلاش تهبط في الفيديوهات وتمنتج وتعب في روحك. حاجه نحبها لا غالب، حاجه نهواها. باللي كملت قرايتي وعرست وجبت جبت بنتي الصغيره الحق. كان عندي برشا فراغ في حياتي. بنياتي صغار، عندي برشا فراغ. نتفرج وخاصة في عام الكورونا نتفرج في ذاك القنوات نتاع الروتينات خاصة المصرية، ومن بعد كي داجت التونسية عدت نتفرج على التونسية. عندي قنوات نتفرج عليهم يعجبوني برشا ونحبهم، وهكا كي نبدا نتفرج فيهم نحس باستمتاع. قلت ناو علاش تو والله القناه اللي حليتها انا كان حلتها لي بنتي. قلت لي ماما انت تفرج على قنوات الروتينات وعلاش ترى جرب حل القناه. قلت لها والله كان نجرب، ما في باليش بالشروط الصعيبه هذه الكل. ما في باليش واللي يبدا يتفرج اللي يقول لك المتفرج فارس. كي تبدا تفرج ما تقول هذه كيفاش وصلت. هاي سهله قناه يوتيوب، هي نعمل قناه مش سهله بالكل. نبرسك عامين نتصارع نتصارع انا والشروط ولا منعاوني لا نحكي لك معناها. ثم المد لي يد المساعده من المتتبعين ومن اصحاب قنوات اخرى. اما في لونتوراج نتاعي ثم من عائلتي تو مش عارف علي اني حل قناه ترى. لونتوراج نتاعي اللي تحل قناه تلقى لونتوراج نتاعها يعاونها، يعمل لها لي زابوني، يعاونها. معناه انا لونتوراج نتاعي ما يعاونيش. نحكي على لونتوراج على عائلتي. ثم برشا من عائلتي ما يعرفوش اني حاله قناه. هذاك علاش ما تشوفوش عائلتي بالكل في القناه. وما همش بحذايا، راهم همش في البلاد اللي نسكن فيها انا. ما بيناتنا يلزم نسافر باش نوصل لهم. الله المستعان. باهي نرجع لكم اش صار بيا البارح خرج ولدي امس العشيه من بعد العصر. خرج مع بابا، في بالي نام مع بابا. جا بابا على هكا على راس مغرب هكا 6:15 ودرجين. جا خذا البيدون. تعرفون نحنا في الجنوب نعبوا الماء الحق اللي نعبوه ما نشربوش ديريكت من السباله ولا نشرب الماء صافي. هز البيدون باش يمشي يعبي الماء. هو قالوا اطلع معناها تمشي نعبي البيدون ونجي. ما خذاش راي بابا. عندي البسكليت، عنده بسكليت، هز البسكليت وخرج وداري وراها شارع بالضبط. الشارع تعرفوا الشارع فك الوقت الذروة ذاك، في وقت قبل الاذان بشوي، قبل الاذان بدقائق. الكراهب تجري، الموبيلاتات تجري وهو يجري، والبسكليت ما فيهاش فرام. طلع لأعلى الشارع وهبط يجري، جت كرهبة. تعرفوا في الوقت هذاك الكرهبة تجري ما تعدلش على الطريق. تجري. قال لي ماما هي قريب تدخل فيا، لا قدر الله لا قدر الله. اخواب البسكليت على جنب، الكرسي متاع البسكليت دخل في جنبه. باهي دخل في جنبه، طلع ما ثم حد شيء. دخل البسكليت ما شفتهاش انا، البسكليت تهرست البسكليت ما شفتهاش. دخلها عندي الكيلكاف تحت الدروج. دخل البسكليت تحت الدروج وطلع. مع المغرب جاء ديما يقعد بحذايا وليدي في
الطاوله، نحيت له دبشو، قلت له البس تبش الدار وقعد افطر، غسل يديتك. مشى غسل يديته وجا قعد بحذايا، فطرته لاباس ونورمال. هبط من بعد الفطور، لبسو باباه دبشو وهبط هو وياه، مشى لدار جديتو. باهي هو قعد ما في دار جديتو. من بعد العشاء جا باباه باش نمشيو نختاروا له كسوه في الليل، خرجنا في الليل باش يختار له كسوه. باهي هنا عندنا نحنا ساحه يقعدوا فيها، وفيها كترومبولين كتعرفوها، هي اللي يطلعوا فيها الصغار ويبدا ينقصوا. اطلع ولدي نلقاه ما ينقز شوي ويقعد يتمد على الترامبولين هكا، يتمد على ظهره ويشد جنبه. هيا قلت بالكش تعب كل ليله يلعب فيها الترامبولين. زيد عاود كيك هبط، كمل الوقت وهبط. لا اله الا الله محمد رسول الله. كمل الوقت وهبط، نشوف في ولدي يمشي يمشي مش يمشي قد يمشي بلعوج هكا، يمشي بلعوج. شبيك حم ماما جنبي يوجع فيه مني وقتاش؟ لا لا راهي وجع ديما تجيني. قلت له كيفاش ولدي وجع ديما تجيك؟ الصباح لبس عليك، القيله لبس عليك. جا بابا قال لي بالك شو القيله خرج بالهب بالبسكوت. قلت له مشى قرا لي تيدا، ديتو بيدي وجبتو بيدي وقايل يتفرج على التلفزه. خرج كان معاك انت من بعد العصر. قلت له خم قبل المغرب بشوي من كشتي تعبي في الماء ما هزيتيش معاك؟ قال لي لا راني. قلت له اطلع ماله؟ قلت له هز البسكليت وعمل بها. مشينا نتفقدوا في البسكليت، روحنا للدار نلقوا البسكليت مشيت على روح. باهي تو تقول الحق ما حبش يقول الحق، ما حبش يقول خايف. قال لي ماما هاي الحكايه والحكايه والحكايه ويا ونضرب راسي ونهز ولدي ونطري بيه الارض، ما عادش يقد معناها من الضربه نتاع جنبه ما عادش يقد يتنفس، ومشي بالعوج يبكي هكا قاعد في. هزيت ولدي طرت به للرجونس. مبدئيا الطبيبه قالت لي من برا مثلا ما حد شيء، قالت لي اللهم حاجه من داخل. قالت لي غدوه تدوه القفصه تعملوا له ايكو. وتعرفوا اليوم اربع ما نلقاش المواصلات بالكل، الكرهبه فيها امبان ما نجمش نخرج به، ما نلقاش مواصلات اربع، وعنا سوقنا في قفصه بالاربع. المواصلات ما نجمش نسافر القفص. قلت خليه الليل نشوفوا الساعة زيد اليوم، نشوفوا اليوم وغدوة إذا زيد نرجع للطبيبة. إذا قالت لي لازم الإيكو لازم الإيكو. ولدي ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فطين ذكي كلامجي يتكلم برشا، رغم انه تكلم لي مؤخر، هو تكلم لي من بعد العامين، مشي لي من بعد العامين. اما ما شاء الله على وليدي ما شاء الله، قل هو الله احد. قبل بنياتي منو في العمر نتاعو هو نبعثهم للحانوت كان كنقيد لهم ورق ولا ينسوش طرد، باش هو ما شاء الله الحاجه اللي نقولوا عليه يجيب ما ينساش. ويقول لي ماما اعطيني زيد علاقه نهز فيها ويهز البسكليت. وساعه ساعه هكا كي يبدا باباه يخدم في العشيه في رمضان نبعثوا للسوق نستحق حاجه خضر يجيبها لي. ما شاء الله عليه وليدي. فاطن ياسر، حركي ياسر، مشاغب ياسر. ما شاء الله عليه في القرايه. قل هو الله احد على ولدي. كان صباح لاباس اليوم صباح، ما صباحش لاباس حتى في العشيه. ما نتصورش كان ليكو يبقى محلول بريسك توقيت رمضان حدهم حد الساعتين. نولي غدوة نديه كان بقى تعب، غدوة نديه نصورو. الطبيبة قالت لي هو راه ما يستحقش، اما انتي باش تطمن برا اعملي له ايكو. مبدئيا قالت لي لاباس عليه ان شاء الله. كان صباح لاباس صباح لاباس ما صباحش لاباس. غدوة ان شاء الله نمشي نعمل له ايكو. واليوم اربع وعيد ورمضان، وهو الاربع سوقنا بالاربع. نحنا في قفصة في الاوقات العاديه وما ثمش رمضان يبدا السوق سامحوني صديقاتي، يبدا السوق معبي، فما بالك انه عيد. وهذه الاربع قبل الاخر نتاع رمضان. الاربع الجاي اربع عاديه، الاربع من بعدها عيد. كنا نعرفوا ان الاربع من بعدها عيد. ان شاء الله ان شاء الله. كان وهو لاباس، هو لاباس مش لاباس. غدوة ان شاء الله نديه نصور. تفجعت عليه بدنا البارح في لورجونس، والطبيب تقلب منه وتقلب منه وتسأل فيها بابا كيفاش عملتي. ما حبش يقول، ما حبش الحقيقة، ما حبش يقولها خاف. لما قلت لها يا دكتورة راي البسكليت تهرت، الكرسي متاعها مشى.
قالت لي سطروا ربي سطروا ربي سطروا ربي. راهو زرف باباه خرج، وهو زرف فاك الوقت الذروة ذاك قبل المغرب بشوي، وتعرفوا الحركية في الشارع قبل المغرب بشوي، زرف هز البسكليت طلع على الشارع وهبط يجري، وتعوضوا كرهبة. من ألطاف الله ستر ربي ستر ربي. هذاك هو الموضوع صديقتي اللي حبيت نحكي لكم عليه. نرجع للكنافة. من بعد لشخشختها بالزبدة والسكر المحور، حطيتها في البلاتو هذا، نطلع على جناب، نغطيها بالكنافة على جناب متاع البلاتو باش الكريمة ما تخرج ليش على جناب. قلت لكم راهو الرطل مزانيش في البلاتو هذه، وليت ركحتها ومشيت للباتيسيري، خذيت رطل اخر، يعني خذيت كيلو قولي. وثم كنافة، الكنافة اللي شريتها الأولى مش كي الكنافة اللي شريتها الثاني، حتى المطعم مش كيف كيف. باش نطيب الكريمة هنا حطيت كل مغرفة نشا عليها كاس حليب، ونراي هذه طريقتي وراي اول مره نجربها. عملت فيها القشطه وعملت فيها الفرماج، نحبها كنها ناخذ مورس الكنافه هكا تتجبدلي تتجبدلي القشطه في وسط الكنافه. كاني غالطه صلحولي صديقاتي ما يسالش. هذيك هي حكايتنا صديقاتي. تو هاني قلت لكم نمنتج في الفيديو في الصباح، هذاك علاش ما منتجتوش البارح في الليل. هو تو ما فاقش، يقرا 9 يفيق نشوفو كيفاش، وكان لقيتو تاعب باش نمشي نصور وما ثمش حتى حل. كان لقيتو لاباسها وسترو ربي. اعطانا فجعة البارح، نارني من غطست في الكوزينة. تعرف وقت الدقائق الأخيرة قبل الأذان المرأة تغطس في الكوزينة، ما عادش تلوج حتى على شيء، من هذه لهذه أغسل معون نحط دني ما نتولهاش، ومطمانة إنه مع باباه، معناها ماشني مطمانة إنه مع باباه. ما في باليش خذا البسكليت خرج بها طار بها وجاء وحط البسكليت تحت الدروج وطلع وفطر لباس وما حكى حتى شيء. بعد في الليل قوت عليه الوجاية، ما عادش ينجم يتحمل. ما شاء الله عنده صبر قوي ولدي. ربي يخليهولي ان شاء الله، وربي يخلي لكم صغيراتكم. وكل قد ما نحكي لكم راهو ولدي نحسه هو مازال صغير ويقبل الضربه في روحه وما يحكي لهناش، معناها ما يا خوف يقول لك ما عادوش باش يخلوني نخرج للشارع ونهز البسكليت. يقول لك يضربوني ورانا والله ما نضربوه، والله العظيم والله العظيم. ما هو اول حاجه ما يوصلش روح، وعزيز علي انا وباباه. ما يوصل حتى كي يوصل روحه هكا نتغاضوا على النظر. في حويجه واحد ديما يتناقر هو واخوات، لا ديما يتناقر. ماما اشوف بنتك واش عملت، ماما روحت كي شوفها لابسه لا قلنا امل ما تلبسش هذيك وما تخرجش هكاكا في الشارع. والله صديقات يقول لها ما تلبس، ماما يشوف بنتك لابسه هكاك لابسه كوخيره، ويرجعها ويلبسها على كيفه هو. وبنيتي تاخذ بخاطر تاخذ بخاطر وتلبس على كيفه ساعات مش وديم. وساعة نخرج لقدام الحوش انا ما غير خمار. وينو خمارك يا ماما وينو خمارك؟ نقول مش انا نلبس خمار. ماما وينو خمار؟ طولي تلح علي يقولي ماما وينو خمارك؟ ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن. ربي يحميهولي ويحمي لكم صغيراتكم الكل. نصب القشطه فضلت الكريمه باش تعمر بها بنتي الباركيت الصغيره بتاع الحلوه والباركيت الكبير. والله حيرين في دبارة اليوم. حابة نعمل شوي زوزة اليوم، نعملها فارغة ونعمرها كي يقرب العيد. نعمل شوي صابلي على خاطر يضغطني الوقت يضغطني. اليوم يلزم نعمل طرف زوز. يعني فقد بكري باش نمحيلها طقس عجيج. اكل عجيج الراكح مش العجيج البصوط. امس لا او لامس صبت مطره ما شاء الله، قالوا عام مع الناس على تونس كامله معناه.
بريسك في سيدي بوزيد صبت ما شاء الله ما شاء الله، كان يتبعوا فينا من سيدي بوزيد يحكوا لنا عن، تبعوا فيه من سيدي بوزيد يحكوا لي على الامطار. والله سمعت قالوا ثم راعي هزته معناها الواد اصل هو خرج معناها راعي يرعى بالغنم نتاعو، هزوا الواد هو والغنم نتاعو، صحيح والله الله اعلم. وهي صديقاتي السخانه دي مش تتعدى بالسهل، ري سخانه رانا في مارس والدنيا سخونه، وراو رمضان عم نول ابرد من رمضان السنه في بالكم، وجا من بعد الوقت هذا رمضان عم نول وبارد، الايامات الاولى بارده بارد وسخون كان في لخ. تورانا في الليل الساعه بريسك ما عدناش نتغطوا، الكبابيط نحيناها خففنا على الاخر. اولى مسين ولدي والله العظيم لبس مريول نص وشورط. أنا نغطي الكنافة من فوق بالطبقة باللي فضل لي من الكنافة. الطبقة الفوقانية ما ترصوهاش دوبليش باش ما تخرج لكمش الكريمة على جنيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. تو الفيديوهات كلها باش نعملها فيديوهات متاع حلو، نبدا في حلو العيد ما عادش عليا بكري بالكل. الاسبوع الجاي صغار يطلعوا للقرايه ونبدا ندي في ولدي ونجيب باش بريسك باش يقروه كل الاسبوع الجاي. ما في بالي مشون باش يقروه لكن باش يقروه ويقروا نهير في الاسبوع اللي من بعده، على خاطر هي ظهر لي هكا العطله ثلاثة واربعة وخميس، ظهر لي هكا راهو ما تشدوهاش عليا قاعده صحيحه، ظهر لي هكا. المهم الجمعة قراية عادية وخدمة عادية، نهار الجمعة الجاية لا، الجاية في الوجوهنا لا، اللي بعدها لا، اللي من بعدها. سيي هذاك الشكل النهائي متاع الكنافة متاعي باش نحطها في الفور. هذيك عبت الباركيت الحلوة اللي عمرتها بنتي بالكريمة اللي فضلت من الكنافة. لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلنا للدقيقة الاخرى صديقاتي. في امان الله وفي رعايته، الى اللقاء ان شاء الله الفيديو الجاي. هذاك طرف فستق صديقاتي باش نزين به الكنافة. من بعد لو ودعتكم رجعت لكم الى اللقاء الى اللقاء.